في البداية وقبل ما نبدأ قصة فيلمنا النهاردة، لو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. وتبدأ قصة فيلمنا النهاردة بالبطل هيركليز اللي دايما كان بيجيله حلم بعد ما اتقتلت مراته وابنه، وبيشوف مجموعة من الذئاب بتاكل فيهم. وهيركليز بعد ما صحى ولقاهم ميتين مسكوا الملك جاك وقال له ان هو اللي موتهم وانه يستحق الموت وانه بس هيسيبه حي علشان يتعذب، ونفاه بره المدينة. وبعدها اتحول هيركليز لقائد مجموعة من المرتزقة، وبعدها بيروح هيركليز لمجموعة من القراصنة محتلين أرض، وبيقول لهم إن صاحب الأرض عرض عليه إنه يدفع له مقابل إنه يموتهم أو يمشوا من الأرض، وبيطلب منهم هيركليز إنهم هم اللي يختاروا. وبيكون رد القائد إنه بيبعت له مجموعة من القراصنة علشان يموتوه، لكن هيركليز بيموتهم بضربة واحدة. وبيكون مع هيركليز مجموعة من أصدقائه. وبعد ما بيتخلص هيركليز من القراصنة بيحتفل هو واصدقائه وبيقسموا المال ما بينهم. بعد كده بتيجي واحده بتسال عن هيركليز، وبتكون دي جورجينا بنت الملك انطوان، وبتقول له ان ابوها بيتحارب مع الملك زمارة، وان ارضهم بتتدمر وبتتسرق والناس بتموت، وانهم محتاجين انه يساعدهم. وبيرد عليها هيركليز انه مشغول ومرتبط بامور تانية، لكن ممكن انه يسيب كل ده مقابل انهم يدفعوا له مبلغ كبير. وبترد عليه جورجينا ان ابوها الملك غني جدا، ولو ساعده ممكن يدفع له اي فلوس هو عايزها. وبيوافق هيركليز وبيسافر معاها ارضهم. وبيجي ولد صغير اسمه صمائيل، وده ابن جورجينا، وبيقول لهيركليز انه بيحبه وعارفه وعارف كل مغامراته. وبيقابل هيركليز الملك انطوان وبيرحب بيه جدا، وبيقول له انه بيحارب الملك زمارة وانه قوي جدا وبيمتلك جيش قوي من الوحوش اللي نصهم بني ادمين والنص التاني حصان، وان الملك انطوان فقد جيشه كله وما عندوش غير المزارعين والتجار. وفعلا بيجمعوا الجيش، وفي البدايه بيقولوا لهم انك لازم تنقذ حياتك الاول اهم من القتل، وانهم هيقوموا بتدريبهم. وبيقول الملك لهيركليز ان جيش الاعداء هيهجم على قريه ضعيفه قريبه منهم، بس بيرد عليه هيركليز وبيقول له ان الجيش ضعيف جدا ومحتاج تدريب. وفي النهايه بيتحرك الجيش، ولما بيوصلوا القريه بيلاقوها انها اتدمرت والقتلى في كل مكان، لكن في النهايه بيتضح انهم وقعوا في فخ وبيهجموا اهل القريه عليهم. وبيستغرب هيركليز انهم ليه بيهاجموهم وهم جايين يساعدوهم، لكن بيقول له الملك انطوان ان الملك زمارة ساحر وبيقدر انه يوقعهم في بعض. وبيخرج شخص منهم وبيجري في اتجاه هيركليز علشان يقتله، لكن هيركليز بيقضي عليه بضربه واحده. وبيبدا الهجوم عليهم من اهل القريه، وبيتحارب معاهم هيركليز واصدقائه. بيكون الجيش عامل حائط من الدروع زي ما علمهم هيركليز عشان يقلل الاختراق بين صفوف الجيش، وده اللي بيساعدهم شوية. وبيكون الملك زمارة واقف بيراقب الحرب من بعيد، وبيكون الملك انطوان زعلان انه جاي عشان خاطر يساعدهم وبيفقد نص جيشه وبيموت. وبيقول له هيركليز انه حذره قبل كده ان جيشه ضعيف ومحتاج تدريب. وبيتحسن مستوى الجيش بسرعة وبشكل واضح، ويلاقوا انهم استجابوا للتدريب بسرعة. وبيجي بعد كده الملك انطوان وبيأمر انهم يجهزوا الجيش لان الملك زمارة قريب منهم جدا. وبيتحرك جيش الملك انطوان لمحاربة جيش الملك زمارة. ولما بيوصلوا بيجي لهم الملك زمارة ومعاه مجموعة، وبيقول للملك انطوان انه جاء علشان يحاربه وانه مستعد للحرب ضده. وبيكشف واحد مع الملك زمارة وشه، وبيطلع انه فارس من جيش الملك انطوان اسمه مارك، وانه خاين وانضم لجيش الاعداء. وبيطلبوا من الملك انطوان انه يستسلم هو وجيشه لان عددهم صغير وهم جيشهم قوي وعددهم كبير. وبيرفض الملك انطوان الاستسلام، وبيقول لهم الملك زمارة خلاص انتم اللي اخترتم، وبيسيبهم وبيمشي. وبتبدأ الحرب، وبيحارب هيركليز واصدقائه الى جانب جيش الملك انطوان ضد جيش الملك زمارة. وبيكون حائط الصد اللي علمه هيركليز للجيش جايب مفعول كويس، وبيقتل نص جيش الاعداء. ولما بيلاقوا انهم هيتهزموا بيبدأوا يضربوا عليهم اسهم النار، لكن الجيش بياخد وضع الدفاع بالدروع والاسهم الناريه ما بتاثرش فيهم. وبيستغرب قائد جيش الملك زمارة مارك، وبيهجم جيش الملك انطوان عليهم. فبيبدا جيش الملك زمارة يهرب من قدامهم، وبيهجم مارك الخاين على هيركليز علشان يقتله، لكن هيركليز بيوقعه هو وحصانه على الارض. وبيرجع جيش الملك انطوان منتصر ومعاه اسرى، وبيكون من ضمنهم قائد الجيش الخاين مارك. وبيبداوا يضربوه، لكن هيركليز بيلحقه وينقذه، وبيقول له انه ساعد الملك زمارة الظالم
لكن مارك بيرد عليه وبيقول له ان الملك زمارة مش هو اللي حرق القرى وموت الناس. وبيسأله هركليز امال مين اللي عمل كده؟ بيرد عليه انه لو الملك انطوان مش ظالم ليه بيجيب مرتزقة يساعدوه؟ وبالليل بيعملوا حفلة عشان يحتفلوا بالنصر، بيكون مارك مربوط وبيحتفل الملك انطوان انه بقى ملك على كل البلاد. وبيرد عليه مارك ان البلاد ملك الشعب وبيضربوه. وبتقوم جورجينا تمشي ووراه هركليز اللي بيوقفها وبيسألها ليه مارك صعبان عليها. بيقول لها ان الملك انطوان هو اللي مسؤول عن حرق القرى وان هو اللي ظالم وانها كدابة وضحكت عليه. وبتقول له انها كانت مضطرة تعمل كده علشان تحمي ابنها من الملك انطوان. وبتقول له ان جوزها كان الملك وان انطوان قتله وبقى الملك مكانه، انها لو عصت اوامره هيقتل ابنها، وان المفروض ان ابنها هو الملك الشرعي للبلاد، وانها مستنيه انطوان يموت وابنها يبقى الملك. بيروح هركليز للملك وبيقول له ان ضحك عليه وانه ظالم وان سبب كل الحروب والخراب اللي حصل. وبيرد عليه الملك انطوان انه في الاول كان حلم انه يبقى الملك، لكن بسبب مساعده هركليز بيحلم انه يعمل امبراطوريه، وان الجنود اللي دربهم هركليز هيدربوا الاف الجنود غيرهم، وانه يخليه معاه. وبيرفض هركليز وبيقول له انطوان انه خلاص مش محتاجه وانه ياخد اجره ويمشي. وبيرفض هركليز انه يمشي غير لما يصحح الاوضاع ويساعدهم. بيوافقوا اصدقائه كلهم ما عدا واحد فيهم وبياخد الذهب ويمشي. وبيروح هركليز قصر الملك انطوان لكنهم بيكونوا عاملين لهم كمين. وبيجيب الملك جورجينا وبياخد منها ابنها وبيضربوا هركليز وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيشوف هركليز الذئاب اللي كان دايما بيحلم بيهم. يقول له الملك انطوان ان الملوك بتيجي بتكوين الجيوش لكن الامبراطوريات بتيجي بتحالف الملوك. وبيكون موجود الملك جاك وبيقول لهركليز فاكر الذئاب دي؟ وبيفتكر هركليز ان الذئاب دي كانت موجوده يوم قتل مراته وابنه، وبيعرف ان الملك جاك هو اللي موتهم. وبيأمر الملك انطوان انهم يقتلوهم كلهم ومعاهم بنته. وبيفك هركليز نفسه وبيلحق جورجينا قبل ما تموت. يخرجوا بيقفلوا عليهم الباب وبيسيبوا عليهم الذئاب وبيحاربهم هركليز وبيموتهم. بيقتل هركليز الملك جاك وبينتقم منه لعيلته اللي موتها. ولما بيخرج هركليز بيلاقي الملك انطوان مستنيه هو والجيش وبيقول له يا تستسلم يا يموت ابنه جورجينا. وبيهرب الولد بيجري وبيحميه واحد من اصدقاء هركليز لكنه بيموت وهو بيدافع عنه. وقع هركليز عليهم تمثال كبير اللي بيقع على الملك انطوان وبيموت. وبيستسلم الجيش وبينضم لهركليز. وهنا بينتهي ملخص الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدعمنا وتعمل اشتراك في